معنا من الجزائر بلال لوراري، مستشار إعلامي في منتدى الصحافة ديكا نيوز. أهلا بك أستاذ بلال. هل الإجراءات التي اتخذت البارحة من خلال خطاب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أن تهدئ الشارع برأيك؟ صباح الخيرات على كل مشاهدي بي بي سي الأكارم. أقول بأن كل هذه الحركة التي حدثت هي استجابة لمطالب يعني شريحة كبيرة جدا من الجزائريين الذين طالبوا بكل هذا الإنصاف لما يعتبر بوثيقة هامة جدا في ومقدسة من مقدسات الدولة في الجزائر، وهو الدستور. ونشوف بأنه حتى الأحزاب كثيرة جدا كان قد تبين لها رأي بهذا الخصوص، من بينها حزب جبهة التحرير الوطني وهو الآفلان الحزب الحاكم في بيان رسمي له يعني أكد بأن الرئيس المنتهي ولايته عبد العزيز بوتفليقة استجاب لمطالب الجزائريين، وكانت عبارة عن جس نبض يعني لكل هذا الحركة. يعني برأيك سيعود المتظاهرين إلى منازلهم وستتوقف هذه المظاهرات بانتظار الإجراءات المقبلة؟ والله حسب القراءات هناك دعوات للجمعة القادمة لكي يكون التعبير عن يعني تكييف القرار، يعني وعدم اعتقد بانه في يعني في مواقع التواصل الاجتماعي وفي كل التواصلات الحاصله المطالبه بعدم الذهاب بعيدا بعد هذا التعديل بالانتخابات. فالجزائريون فئه فارقه جدا تطالب بان يعني يتم احترام الدستور، وان يكون يعني تطبيق الانتخابات التي لجنتها قد تم حلها من قبل الرئيس بوتفليقة قبل يوم فقط يعني لجنة 2019، وأن يتم تنفيذ قرارات الدستور الجزائري، وأن لا تطول الانتخابات، رغم أن هذه الانتخابات ستسبقها ندوة وطنية شاملة جدا، وستكون إشراك لكل الفعاليات ولكل الحساسيات السياسية في الجزائر بقيادة الأخضر الإبراهيمي، وكذلك عودة رمضان العمامرة هو الوجه الدبلوماسي الكبير، ونور الدين بدوي ابن الصحراء الجزائرية الذي يعني هو يعني رجل. ما هي المدة المعقولة برأيك أستاذ بلال حتى تتم إجراء الانتخابات، خاصة بأنه بعض المراقبين يقرؤون ما جرى البارحة بأنه هو ذاته الذي طالب فيه الرئيس الجزائري في رسالته الأخيرة بأن دعوني أترشح هذه المرة وأعدكم بأن أجري انتخابات خلال عام مقبل؟ المفهوم والقصد من هذا التوجه أستاذة هو أنه حسب القراءة بالنسبة لرسالة الرئيس المنتهي عودته السيد بوتفليقة هو أنه ليس المطلوب فقط أن دعوني يعني ترجي لبقاء سنة، لا، الرئيس بوتفليقة يعرف معنى، يعني حتى القائمون على السلطة في البلاد يعرفون أنه بعد نهاية عهدة بوتفليقة والبحث عن رئيس جديد حسب المقتضيات، يعني حسب القراءة يتم البحث عن رجل يعني أو البحث عن انتخابات تكون فيها انتقال ديمقراطي وتأسيس لندوة وطنية. هذا هو الهدف يعني، وهذه هي الفترة الزمنية التي يراد منها، وأعتقد لن تطول إلى سنة، أعتقد في غضون شهور أو قبل الاستقلال. شكرا جزيلا. وفي أيام سيتم تدشين مسجد الجزائر من الجزائر بلال لوراري، مستشار إعلامي في منتدى الصحافة ديكا نيوز. شكرا جزيلا لك.